اوعدك ان دي احلى طريقة لصينية البطاطس بالفراخ ممكن تاكليها في حياتك، بجد طعمها رهيب. وبصوا بقى فيها صوص كده، عملتها بشوية تريكات هتعجبك جدا. مستحيل تاكلي صينية بطاطس احلى من دي، وتحدي نجرب وشوفي. وبصوا بقى الفراخ كانت دايبة وشاربة من التتبيلة. تعالى اوريكم انا عملتها ازاي. انا هنا هجيب فلفل احمر وفلفل اخضر وبصلاية متوسطة ومعلقة كبيرة من الخل كده، وهحط ملح وفلفل بس، مش هحط حاجة اكتر من كده. مش عايزة بقى بهارات ولا عايزة اي طعم غريب. خلاص هنضرب بقى الكلام ده حلو قوي في الكبة كده لغاية اما نفرمه ناعم تماما. وبعدين هكون بقى طبعا غاسلة الفراخ وعاملاها بمحلول النقع زي ما احنا اتفقنا، اللي هو عبارة عن ايه، مية عليها سكر وملح وليمون، وهسيبها فيها نص ساعة كده هتلاقيها طلعت كل الزفرة. وطبعا نصفيها حلوة قوي علشان اما نيجي نتبلها تبقى تشرب من التتبيل. هفتحها كده فتحات بالسكينة عشان ادخل ايه التتبيلة جواها. وهنتبل بقى الفراخ بالطريقة دي، بجد احلى طريقة للفراخ. عايزاها مش عايزاها على صينية البطاطس ممكن تدخليها كده هتطلع مشوية ورهيبة. بس اهم حاجة بقى تبليها حلو كده، ما تسيبيش حتة ما تطولهاش التتبيله من تحت ومن فوق. طبعا احنا فتحنا لها فتحات كده علشان تشرب التتبيل اهي. هنتبل بقى حلوة قوي. التتبيلة عبارة عن ايه نقولها تاني، بصل وخل وملح وفلفل واي فلفل بقى رومي بتحبيه، اصفر اخضر احمر، عايزة سبايسي براحتك. ما تحطيش بقى بهارات. وادعيلي بقى على التتبيله دي بجد هتعجبكم جدا. هنتبلها كده حلوه قوي. وانا هنا على فكره ما تبلتهاش وقت كتير، يعني انا ما سبتهاش كتير في التتبيله. عقبال ما حضرت البطاطس اشتغلت فيها على طول. خدت بقى باقي التتبيله كده ونزلتها على البطاطس الكميه بقى اللي انت عايزاها. وجبت بصلايه وبرده فلفل احمر وفلفل ايه اخضر زي ما انتوا شايفين، وطبعا مكعب المرق. وده كيس من بهارات البطاطس، بجد بينقل صينية البطاطس في حتة تانية. وملح وفلفل وندعك بقى الكلام ده حلو قوي كده. يبقى حطينا على البطاطس ايه، بصل وفلفل الوان اللي هو احمر واخضر، وكيس من بهارات البطاطس وملح وفلفل ومكعب مرق بس. هنا بقى ايه علشان تضمني ان صينيه البطاطس تطلع حلوه ما يبقاش فيها زفاره، احنا لما بنحط الفراخ كده عليها نيه تحسي بيبقى فيها طعم كده ايه مش مستحب قوي. فهنا بقى انا جبت جريل حطيت فيه شوية زيت، ولما سخن قوي الزيت كده نزلت بيه في الفراخ. هشوحها كده عشان ايه اما نحطها على صينية البطاطس بجد تدعيلي عليها. طعمها كان رهيب، يعني ادوها تشويحة كده. بصوا هنا انا مقلبتش على طول، يعني انا سبتها حوالي 5 دقايق كده لغاية اما تاخد لون اهو. بصوا من الجوانب كده، وحافظوا بقى على الجلدة كده عشان ايه تفضل الفراخ طرية من جوه مهما تقعد في الفرن ما تنشفش. خلاص هنقلب بقى كده بعد ايه، بعد حوالي 5 دقايق 7 دقايق كده هنشيلها بقى من على النار لما تاخد لون من الناحيتين. ودول كانوا كوبايتين من المية المغلية كده حطيتهم على البطاطس. وهحط عليها الفراخ علشان احنا بنحب البطاطس يبقى فيها صوص كده. خلاص مش عايزة بقى وعايزاها ناشفة ما تحطيش مية. حطيت بقى كل الفراخ كده زي ما انتوا شايفين وهغطيها بفويل. هنا بقى انا مسخنه الفرن على درجه حراره 200. حطيتها في الرف اللي في النص. هسيبها ساعه بس مش بالفويل بقى، يعني انا هشيل الفويل بعد نص ساعه. يعني انتي اظبطي ساعة كده، بعد نص ساعة تشيلي بقى الفويل وتسيبيها. انا هنا ما فتحتش الشواية عليها، هي خدت اللون كده من الفرن. يعني شغلت الفرن من تحت وشلت الفويل بعد نص ساعة وسبتها بقى نص ساعة كده من غير الفويل. وطلعت معانا بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، حرفيا دايبة وطعمها خطير. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا.